ازيكم يا شباب، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن المعجون الحراري، الانواع اللي موجوده في السوق، ازاي تعمل له ابلاي. هنتكلم عن كل حاجه، عن الاسعار، عن اماكن الشراء. وما تنساش بقى تعمل لنا لايك، انزل كده اعمل لنا لايك وهتلاقي حلقات كتيره جدا او بلاي ليست خاصه بالكمبيوتر بس في القناه، عليها حاجات كتيره جدا، عليها تجميعات، عليها قطع الكمبيوتر كلها بالاسعار باماكن الشراء. ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. طيب، حد هيسأل يقول هو احنا ليه اساسا بنحط المعجون الحراري ومكلفين نفسنا ودافعين المبالغ دي كلها؟ بطريقة بسيطة كده هنرسم على الورقة شوية حاجات بحيث ان احنا نوضح الموضوع. طبعا احنا بنبقى فاكرين ده سطح البروسيسور مثلا، معلش انا رسمي وحش بس هنقول ده سطح البروسيسور، وده السطح بتاع اللي هو المبرد او وات ايفر، يعني الحاجه اللي احنا الهيت سينك اللي عليها المبرد بتاع البروسيسور او الكولر. يبقى هنقول ده السي بي يو، ماشي، او السي بي يو اهو، سوري معلش وده اللي هو كولر، ماشي. يبقى ده كولر وده السي بي يو. طبعا احنا فاكرين ان هو املس بقى وزي الترابيزه دي كده، الدنيا تمام ومفيش اي حاجه. لكن في الحقيقه تحت الميكروسكوب لو شفتوا الشكل ده تحت الميكروسكوب حاجة تانية خالص، هتلاقوه عامل كده اهو، وده عامل كده اهو. فطبعا لو حطينا الجزء ده على الجزء ده كده اهو، لو حطينا ده على ده، هيبقى في النص هنا فراغ، لان ده مش جاي على ده بالظبط. هحاول اجيب لكم فيديو يوضح لكم الموضوع. فطبعا لو حطينا الاتنين على بعض كده، استحالة ان هو هيبرد، مش هينقل درجة الحرارة بتاعته مش هتتنقل للكولر، فيبدأ الكولر يشتت الحرارة. فلازم بقى المعجون هو اللي بيخلي السطح ده بيملى الفراغات دي كلها. يعني احنا اهو، ده سطح البروسيسور وده سطح الكولر، المعجون اللي بنحطه بيملى كل الفراغات دي، فبيخليها متساوية، وهنا بيخليه متساوية، فبالتالي ينقل درجة الحرارة، فيشتت الحرارة بتاعة البروسيسور او بتاع الحاجة يعني اللي هيبردها، سواء جي بي يو او بروسيسور. وان شاء الله هجيب لكم برضو، هحاول اجيب لكم فيديو توضيح اكتر من الموضوع دوت. ففي حاجات بتنقل الحرارة بشكل جيد، وفي حاجات عشان كده احنا بنستغلى ونقعد نجيب كمية يعني، ونقعد نقول لا ده حلو لا ده احلى. وانا زي ما انتم شايفين بقى يعني عندي هوايه جمع المعاجين يعني. فدي حاجه هوايه جديده يعني، كنت بجمع طوابع زمان، دلوقتي بجمع معجون. طبعا في ناس ممكن تفتكر الموضوع بسيط، وان انت موضوع المعجون الحراري دوت حاجه بسيطه وسهله، وممكن ان انت تجيبه بمبلغ بسيط وخلصت الشغلانه على كده. لكن طبعا المعجون الحراري شيء مهم جدا، ومع زي ما بنقول دايما مع تطور الالعاب ومع تطور البرامج ودرجات الحراره العاليه جدا اللي بيوصل لها البروسيسور وكارت الشاشة، طبعا لازم تجيب معجون حراري يكون كويس او سيرمال بيست زي ما بيقولوا. معانا النهارده معظم الحاجات اللي موجودة في السوق، هقول لكم برضو على الاسعار، هقول لكم على اماكن الشراء، هقول لكم ان شاء الله على كل شيء خاص بالمنتجات اللي معانا. طبعا زمان زي ما انتم شايفين كنا بنجيب حاجات رخيصة جدا، لان طبعا الكلام ده انا بتكلم في 98 و99 لحد 2000 تقريبا، كانت الدنيا بسيطة وكنا بنجيب حاجات زي ما انتم شايفين. الحاجات اللي انتم شايفينها دي بتاعت 10 جنيه و5 جنيه، وحتى في حاجات منها ببلاش خالص. يعني الكيس ده كانوا بيدهولنا كده ايه، واحنا بنعمل تجميعة ببلاش خالص يعني، من غير اي حاجة. حتى طبعا المجموعة اللي قدامنا دي انت معاك من اول زي ما قلنا 10 جنيه 5 جنيه لحد 600 700 جنيه، وفي حاجات ب 1000 جنيه وبتعدي كمان ال 1000 جنيه. بس احنا بنجيب الحاجات اللي نقدر كلنا عليها، واللي ممكن ان احنا نجيبها وعادي متوفره في السوق. لان في حاجات انا سالت عليها من المجموعه دي ما لقيتهاش موجوده في السوق. يعني مثلا النكتوا ده او النكتوا، ده المفروض ان فيه زي ما انتم شايفين في الان اتش واحد اهو، ده الان اتش واحد، في الان اتش 2 او الاتش ان 1 والاتش ان 2. الاتش ان 2 حاولت ان انا ادور عليه ما لقيتوش للاسف، بس قلت مش اشكال نجيب الان اتش. برضو النكتوا من الحاجات العاليه جدا. زي ما قلنا النكتيوا طبعا من الحاجات العالية جدا، وبرضو الكولر ماستر من الحاجات التمام جدا بصراحة. وعن تجربة انا جبت الكولر ماستر وقعد معايا بتاع سنة سنتين وما شاء الله جميل جدا. بس مشكلة الكولر ماستر ان هو 2 جرام و80 ملي، انما النكتيوا دوت حوالي زي ما انتم شايفين اهو، حوالي 3
جرام وشويه، 3.5 جرام، فطبعا يعتبر موفر شويه. الام اكس 4 الاركتيك طبعا ناس كتيره جدا بتسال عليه، وناس كتيره جايباه، وما شاء الله برضو من الحاجات الكويسه جدا. والغريب بصوا الكلمه اللي مكتوبه دي، انه لحد 8 سنين. انا مش عارف يعني يقعد يستحمل معاك لحد 8 سنين. المهم طبعا نرجع لموضوعنا، ان الحاجات ديت كنا زمان بنجيبها، طبعا زمان ما كانش فيه درجات حراره ولا الحاجات دي كلها. لكن دلوقتي مثلا انا جبت الاركتيك دوت، ده جايبه في حدود 200 جنيه. طبعا بقاله معايا فتره بصراحه، يعني بقاله بتاع يعني بقاله معايا فتره بتاع سنتين ثلاثه كده هوت، بس ما شاء الله شغال تمام. بس برضه يعتبر حاجات من المتوسطه. لما جربته ما نزلش درجات الحراره كتير قوي. زي ما قلت لكم ده جايبه في حدود 200 جنيه. دلوقتي طبعا ممكن يكون غلي شويه. والاركتيك ده حوالي 4 جرام، وده يعتبر ارخصهم واكتر نسبه محطوطه فيه يعني. يجي بقى الحاجات اللي تعتبر من الحاجات الهاي اند، والحاجات اللي تعتبر غاليه شويه. الكولر ماستر، الماستر جيل. والنسخه اللي معانا من الماستر جيل ديت اللي هي الماستر جيل برو. ما شاء الله انا بقاله معايا حوالي سنتين، جربته ما شاء الله. بس هو مشكلته انه غالي شويه، وزي ما قلنا هو حوالي 2 جرام و80 ملي. هو عامل له في حدود 350 جنيه. لكن ما شاء الله نزل درجه حراره البروسيسور، عايز اقول لكم حوالي 10 درجات مثلا. نزل درجه حراره الجي بي يو. تعالوا بقى نيجي للي يعتبر الحاجه التوب، واللي بيوصل منه، في انواع بتوصل منه لحد 1000 جنيه ولحد 600 جنيه. طبعا هم بيقولوا عليه النكتشوا دوت. هو ده طبعا ميدن يو كي. بيقولوا عليه نكتشوا او نكتشوا، مش عارف يعني. المهم يعني مش اشكال النطق. في منه نوعين، في الان اتش زي ما قلت لكم، الاتش 1 والاتش 2. الاتش 2 في حدود 600 جنيه، انا جايب ده في حدود 350 400. وزي ما بقول لكم دايما لفوا على المحلات، لان الغريب ان انا لقيته في محلين جنب بعض بنفس نفس الوزن، 3 جرام ونص، نفس كل حاجه، مفيش اي اختلاف. ومع ذلك لقيته في محل ب 400 جنيه والمحل الثاني ب 350 والمحل الثالث كمان ب 300. فخلوا بالكم من الحكايه دي، لفوا شويه هتتعبوا. انا جايبه من مول سوق العصر. لفيت شويه، ولفيت حتى السراج، ولفيت حتت كتيره. بس ما شاء الله يعتبر من الانواع العاليه جدا. هحاول دلوقتي افتحه واوريه لكم. انا لسه زي ما انتم شايفين العلبه ما فتحتهاش، جايبها قلت ايه نفتحها مع بعض. وزي ما قلنا هو ماركه من يو كي، وعايزين نجربه. عايز اجربه على البروسيسور الجديد الجيل ال11. وان شاء الله هنعمل له بنش مارك وهنعمل له كل حاجه، بحيث ان احنا نوصل بالبروسيسور وكارت الشاشه لاقصى درجه حراره، ونشوف هل هو فعلا شغال ولا لا. بس المشكله طبعا ان احنا حاليا في الشتاء، فدرجه الحراره مثلا بتاعت الغرفه بتبقى 26 27. انا عايز اوصله لكم في درجه حراره غرفه 35 ولا حاجه، بحيث ان احنا نبدا نشوف درجات حراره طبيعيه. تعالوا كده نفتح مع بعض ونشوف العلبه جواها ايه، لان بصراحة انا ما يعني قلت افتحه معاكم. ما استخدمتوش لسه، العلبة لسه جديدة اهو. وغالبا هو يعني جواها المعجون بس، ما فيش اي حاجة تاني معاه. في نوع تاني بيبقى معاه ده طبعا زي ما احنا شايفين اهو، مجرد المعجون بس، وباقي العلبة فاضي اهو زي ما انتم شايفين. دورت طبعا على ان اتش 2 لانه بيقولوا احدث منه شويه، والعبوه دي 3 جرام ونص. المهم ما لقيتش الان اتش 2. هو بيقولوا عليه نكتوا مش اشكال. المهم ان هو زي ما انتم شايفين اهو 3 جرام ونص. من الماركات المفروض ان هي ماركات كويسه. وطبعا زي ما انتم شايفين عامل لك هنا، عايز بقى تعمله لو البروسيسور كبير بتعمله نقط، عايز تحطه هنا تعمل نقطه واحده. بروسيسور قليل عامل لك السمول والميديوم والبيج، بحيث ان انت تبقى عارف ازاي تعمل له السبريدر بتاعه. ومعهوش حتى سبريدر ولا حاجه يعني. هو بصوا ان شاء الله هعمل لكم برضو تجارب عليها هي، بحيث ان انتوا تبقوا عارفين شكل المعجون ايه. بس انا دلوقتي زي ما بقول لكم درجات الحراره منخفضه، فكده كده مش هتبقى التجربه صحيحه. انا عايز اعمله في الصيف، بحيث ان درجه الحراره تبقى قويه. ويا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.